يا جدعان المغرب عندها شويه اغاني جامده جدا، شويه اغاني روعه جدا جدا بجد. ده التراث اللي نقول عليه تراث سامع العظمه. يعني هي لايحه السالف على الليزار. ايه السالف على الليزار ده؟ اعتقد ولاد عيله الغاليين، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ معاكم مصطفى صبحي وجبت لكم فيديو جديد ورياكشن جديد على نوع مزيكا مختلفه جدا جدا من وسط المغرب، من اهلنا وحبايبنا. تحس ان هو يعني هو فعلا تراث مغربي بس معمول بطريقه حديثه. انت فاهم؟ اللي هو استرجاع للاغاني او التراث المغربي القديم جدا جدا. فانا متحمس جدا ان احنا نعمل رياكشن على النوع ده من المزيكا ديت او التراث دوت. فانا متحمس جدا، حابب ان انتوا تدعموني وتشجعوني عشان اقدر اكمل في السلسله دي. وقولوا لي في الكومنتات تحت تراكات او اغاني او نوع من اغاني ديت ان احنا نكمل فيها. سيبوا لي في الكومنتات تحت انواع الاغاني وانواع الناس اللي بتعمل المزيكا ديت عشان نكمل فيها ونعمل فيها. وقول لي اي اغنيه مغربيه تحب ان انا اعمل لك عليها رياكشن او اي حاجه انت تحبني اعمل لك عليها رياكشن، سيبها لي في الكومنتات. لازم تنضم للعيله بتاعتنا بانك تنزل تشترك، يعني انزل اشترك في الزرار الاحمر تحت. خلاص انضميت للعيله بتاعتنا وكل الصلاحيات ليك متاحه. وسيب لايك للفيديو وشارك الفيديو من السنه بتاعنا مع كل اهلك وزمايلك. لو حابب تدردش معايا وتكمل معايا السهره بعد ما تخلص الفيديو، هتلاقي الانستجرام مثبت في الديسكربشن او في اول كومنت مثبت او هتلاقيه ظاهر على الشاشه. روح تابعنا على انستجرام هناك. تعالوا بقى نسمع شما هي دي اول اغنيه ابداها ليها. لو حابين ان انا اعمل على اغاني تانية ليها قولوا لي في الكومنتات على طول. يلا نبدا بعد الانترو على طول. الاغاني مزيكا حلوه. انا نفسي اعرف مين شامه دي. هي بالصدفه ظهرت قدامي. نوع المزيكا بتاعتها خرافي غريب جدا ومعمول بطريقه جميله جدا 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 بجد. هي جاية تصفر وتخضر. هو انا بقول لك هي جايه تصفر وتخضر. انا مش عارف بتتكلم هنا على مغرب، على الوطن او الدوله او على واحده معينه او على واحده انسانه معينه. هي لايحة السالفة على لايحه السالف على الليزار. اعتقد هنا ان هي بتتكلم عن واحده يعني لفه طرحه او جايه بتوصف لبسها اعتقد. يعني يا ريت تقولوا في كومنتات برضه. هي حيت معشوقة في النوار. ايه حيت معشوقه في النوار؟ ايه الكلام ده؟ ويغيب حاجته مقضية جلود. أنا بعدا قبل البحر لا. يا اسطى معلش انا مبسوط ان انا يعني جت قدام حاجه جميله زي دي. بجد حاجه جميله. يعني شما دي نوع المزيكا بتاعها مختلف جدا 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 وكلماتها بسيطه ولحنها جميل. يعني لحنها جميل جدا. بص بقى سالفة على زار. حي السالف على اللي هي حيت معشوقه في النوار. حيت معشوقه في النوار. يمشي ويغيب حاجته حاجته مقضيه جدود. جامد يا اسطى. أنا بعدا قبل البحر لا يرحل. أنا بعدا خايفة حبيبي لا يمشي. أنا بعدا خصني جلالة ونفيق. خصني جلاله ونفيق. يمشي ويغيب حاجته مقضيه جدود. اغانيها حلاوتها ان هي يعني كلماتها بتنحفظ. كلماتها بسيطه فتلاقي نفسك حفظتها. يعني جميله. انتوا واصل لكم الاحساس. هي جايه تصفر وتخضر. هي لايحه السالف على الليزار. هي قررتها. هي لايحه السالف على الليزار. اعتقد ده نوع لبس او طريقه ستايل لبس هي لابساها او حاجه زي كده. هي حيت معشوقة في النوار. بجد الناس اللي بتحب النوع ده من المزيكا انتوا لازم تبقوا يعني لازم تكونوا موجودين عندي في التشانل. لازم تنزلوا تشتركوا في القناه وتتابعوني كمان على الانستجرام. يعني لازم تكونوا من العيله بتاعتي عشان الناس دي دماغها عاليه وناس جميله جدا في المغرب. بحبهم بجد. يمشي ويغيب حاجته مقضيه جدود. نوع مزيكا مختلف عليا جدا 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 جدا. وان شاء الله الناس هتفهموا معايا والناس هتدعمني فيه عشان اقدر اكمل فيه عشان حبيته بجد يعني.
بجد لازم تشاركوا الفيديو، لازم تدعموني في النوايا دي، عشان لو الناس شاركت الفيديو ودعمتني وشجعتني شامة دي هعمل رياكشنات على اغاني لها ياما جدا جدا جدا، عشان اغانيها يعني خرافيه جميله. جميله جدا شباب. المزيكا مختلفه، المزيكا مغربي يعني تراث مغربي زي ما الكتاب بيقول. الله يا الله مولانا الله مولانا ترحم، يعني الله يا مولانا اعتقد لها اغنيه اسمها الله يا مولانا برضه، عشان تعرفوا ان انا متابع اهوت. الله يا الله مولانا يا جدعان المغرب عندها شويه اغاني جامده جدا، شويه اغاني روعه جدا جدا. هو ده التراث اللي بيتقال عليه، بجد ده التراث اللي نقول عليه تراث. سامع العظمه؟ معلش الحته دي هعيدها لكم تاني عشان انتوا ما سمعتوهاش من الصياح بتاعي ده. سامع الكلام؟ انا بعد نسافر يعني نسافر ونغيبها، يعني يخرب بيت جمدانك يا شباب. كلام جميل جدا جدا جدا، تحفه بجد تحفه. هي جايه تصفر وتغدر، هي لايحه السالف على الليزر. يعني هي لايحه السالف على الليزر. ايه السالف على الليزر ده؟ اعتقد الطرحه بتاعتها او حاجه، مش عارف، انا ممكن اكون بقلب بس قولوا لي برضه ايه دي. كلامها جميل، كلامها جميل جدا. في النوار يمشي ويغيب حاجته مقضية شلون. جميل جميل. المزيكا اللي هي عاملاه يعني مزيك جديد عليا، نوع مزيكا جديد عليا بجد، حاجة خرافية. ايه ده؟ اكتر حته عجبتني الكورس اللي انا يعني عايز اسمعه لكم دلوقتي، معلش هسمعه لكم. دي اكتر حته عجبتني في الاغنيه، يعني جميله وعلقت معايا. هي لايحه السالف عني صح. جميل جميل. توقف النوار يمشي ويغيب حاجته مغنيه شلون. بجد مزيكا ونبرة صوت جميلة جدا، يعني حاجة مختلفة وحاجة يعني أول مرة أسمعها. فاحنا كده خلصنا لآخر رياكشن. لو أنت أول مرة تشوفنا حابب تنضم للعيلة بتاعتنا، كل اللي عليك تعمله إنك تنزل تشترك في القناة والزر الأحمر تحت وتفعل الجرس، تشارك الفيديو مع كل أهلك وزمايلك. لو حابب نعمل لك رياكشن على نوع أغاني معينة سيبها لي في الكومنتات، وروح على الانستجرام تابعني هناك، هتلاقي الانستجرام في أول كومنت مثبت في الديسكربشن، وهتلاقي اسمه ظاهر على الشاشة. سلام.